السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المثل يقول قديمك نديمك لو جديدك أغناك. وللأمانة أنا ما أقلل ولا في شكل من الأشكال من تصنيفات عطور، سواء كانت ديزاينر أو كانت عطور خليجية أو كانت عطور نيش أو كانت عطور ألترا نيش أو يسموها اندي ارتزن. أيا كان، إذا العطر جميل فأنا أقدره بكل ما تعنيه الكلمة، أقدره واستعمله وأتعطر فيه، من عطورات ب50 ريال لين عطورات ب3000 ريال. مش سالفة فلوس ولا هي سالفة، يعني ما أدري شلون أتكلم صراحة ويمكن يخونني التعبير، بس اللي أقصده إن في النهاية العطور تستعمل لجماليتها وللمتعة الشخصية، وكذلك عشان ما تأذي الناس اللي حولك يعني. فندخل في الموضوع يلا. طبعا اليوم بتكلم عن عطور ديزاينر أشوفها أنا جميلة حق فترة العيد. يمكن هذه موجودة في أغلب مكتباتكم العطرية، أغلبنا يمكن مرت عليه هذه العطور أو موجودة للحين عنده، فهذه كذوق شخصي. طيب، وببتدي في تصنيف العطور المسائية للعيد، وببتدي بواحد من أجمل العطور اللي سواها من زمان، عطر عود أو M7 عود أبسولو. طبعا M7 الأصل سووه ألبرتو ماريوس وجاك كافاليير. وألبرتو ماريوس عباقرة في المجتمع العطري اجتمعوا على صناعة عطر يوظف ريحة العود بلمسات عنبرية مع دخول الباتشولي بشكل واضح. بحاول اني ما اوصف وايد في العطور، ولكن هذا كان يستحق اني اوصفه. طبعا هذا النسخة الجديدة أبسولو، قريب من النسخة الأصل، بس النسخة الأصل هي الأفضل وما عندي إياها للأمانة. طيب، العطر اللي بعده هو برادا لوم نسخة الانتنس. عطر يوظف ريحة السوسن بطريقة نظيفة جميلة جدا، وهذا أقوى وأفضل حق الفترة المسائية. لكن الفترة الصباحية أفضل طبعا نسخة الأودو تواليت العادية الشفافة، بس هذا جميل للفترة المسائية بحكم أن أنا أتكلم عن الفترة المسائية. من عطورات جان بول غولتيير عطر لاميل لابارفام، أجمل عطور الدار بالنسبة لي لذوقي الشخصي، ويستاهل كذلك أني أذكره. اللي بعده هو عطر واي لابارفام اودو، لا واي لابارفام ايه هاي اسمه، بس خلاص وين رايح. واي لابارفام اجمل واحد في الخط بالنسبه لي، مع تجدد وظهور العطور الجديده. واي اودو بارفام انتنس على ما اعتقد، ولا الكسير الجديد جميل كذلك، بس ما عندي اياه. جربته وايد عجبني، بس ما استخدمت استخدام كامل عشان اقدر اقول. بس بدون هذاك، هذا بالنسبه لي نسخه اللابارفام هي اجمل نسخ واي من إيف سان لوران. العطر اللي بعده طبعا اكيد عارفين اني راح اذكره، هو عطر ديور اوم بارفام. فخم جدا جدا، ما بس ناس يعرفونه، ويستاهل كل كلمة جميلة تنقال عنه، وحسافة وقف إنتاجه. العطر اللي بعده يمكن من العطور اللي مظلومة، صار لها فترة ما تكلمت عنها وايد، ما قاعد أشوفها ترجع، يعني الناس يرجعون يتكلمون عنها. عطر أومو سيجنتشر من سلفاتوري فرغامو، اللي هو هذا الجميل اللي جاب الريحة اللي السويت اللي يقولون ريحة التيراميسو، مع دخول من القهوة، خلى العطر وايد صراحة جميل ومتزن ويستاهل صراحة. ومن العطور اللي أنسأل عنها وثباتها ممتاز وفوحانها ممتاز. آخر واحد في العطور المسائية هو عطر فهرنهايت بارفام. هاي نسخة البارفام، ما هي نسخة فهرنهايت العادي، ما هي نسخة الأودو تواليت، هذه نسخة البارفام، وجميلة للأمانة. ليش خذت غشة ثانية؟ لأن العطر يستاهل ومو بسهل إني أحصله، فكانت فرصة صراحة ولقيته وعلى طول شريته، ما فكرت حتى دقيقة. هذا أجمل بوايد بالنسبة لي من نسخة الأودو تواليت القديمة اللي معروفة والكل يحبها، واللي يقولون ريحتها غاز ولا ريحتها بترول. هذه متزنة كثير وفيها تقلبات في الريحة وتستاهل. على أساس إني ما راح أوصف، معلش سوري. الحين بنتقل للعطور اللي بين وبين، بمعنى أن يعني فترة العصر هالشكل. طيب، مش للضرورة فترة المساء، فترة العصر في أماكن مكيفة وكذي، مش فترة الصبح، أوكي؟ هم 4 عطور، تمام؟ في منها عطر يمكن اوريدي ذكرته قبل، هو جوتشي جلتي اليكسير. هذا حتى في فترة المساء مناسب. فهذه العطور بين الفترتين وكذلك ينفعون لفترة المساء. فجوتشي اليكسير، جوتشي جلتي اليكسير اكيد يستاهل. عندكم كذلك ارماني كود بارفام،
غني عن التعريف، ومن العطور اللي كل الناس تقريبا في التصنيفات تذكره، ويستاهل صراحة. اللي بعده هو جنتلمان سوسايتي أومبري، أفضل واحد في مجموعة جنتلمان سوسايتي. عنبري جميل سهل جالب للإطراءات وممتع صراحة، أداء مو بوايد صارخ وقوي لكن عطر يستاهل وريحته جميلة. وأخيرا وليس آخرا في هذه المجموعة عطر جيفنشي باي. طبعا الغرشة يمكن تغيرت في الفترة الحالية ويمكن صعب انكم تلقونه، بس اذا لقيتوه عطر يستاهل، من اجمل العطور اللي وظفت ريحة الفانيليا. بصراحة عطر جميل جميل يؤرخ ويستاهل انه يكون في مجموعة عطورك. الحين ننتقل للفترة الصباحية، بذكر لكم عدة عطور ونبتدي بهذا الجميل جدا، عطر جراي فيتيفر نسخة الأودو بارفام. هذا جميل جدا، وهذا من العطور اللي يوم ترشه بروحه او اذا بتبخر معاه ريحته وايد حلوه. صحيح ريحه الفيتيفر موجوده لكن داخله معاها ريحه الحمضيات، تجي كأنها ريحه الفيتيفر بطريقه نظيفه منعشه ذكوري جميل 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 جدا، ويستاهل يكون في مجموعه عطورك. هذا العطر بعد يناسب الفترة المسائية بس أنا حطيته في الفترة الصباحية والكل يعرفه، هو عطر أكوا دي جيو بارفام. طبعا موجود عندي البارفومو بس ما يحتاج يعني تروح تدور وتعور راسك. أكوا دي جيو بارفام هذه النسخة شوش كثر مستخدم منها، وللأمانة غالبا أنسأل عنها يوم أحطها، مع أنه رشة بس بالغترة. أوكي بعد ساعات أدخل مكان يوقفني واحد من الربع كان أو حتى مرات، وصار مرة واحد كتب لي حتى في انستغرام شفتك في المحطة وشميت ريحة عطرك صراحة وبغيت أسألك بس استحيت. كتب لي في الانستغرام وكان هو هذا العطر ويستاهل للأمانة. كان معاه عطر ثاني بعد من شركة عمانية على الثوب بس هو شم العطر الفريش، قال لي شميت ريحة فريش فأكيد هو هذا. طيب العطرين اللي بعدهم من العطور اللي كثير أعشقهم من زمان، عطر أرماني أودي سيدرا. طبعا غني عن التعريف، من أجمل عطور الشاي. وأخيرا وليس آخرا مسك الختام، ريحة نظافة، عطر الكل يعرفه، هو اللي تقريبا ماخذ تاج انه هو اول واحد جاب الريحه الصابونيه، ريحه العطور الزرقاء ترمز له، هو عطر بلو دي شانيل. طبعا بلو دي شانيل افضل واحد بالنسبه لي هي نسخه الاودو بارفام. جربت كل النسخ الاودو تويلت القديمه كلش، اول ما نزل كان جبار بس صار له ريفورميليشن كعاده الدور الديزاينرز، فتمت اعاده صياغته فما يستاهل. الاودو بارفام نزل وكان جميل، بعدين نزل البارفام وكان عميق وجميل. نعم جميل، ولكن بالنسبة لي بينهم كلهم كاستخدام شخصي أفضل نسخة الأودو بارفام ويستاهل صراحة. وبس والله هذه كلها العطور اللي حبيت أتكلم عنها كعطور ديزاينر حق العيد، وأسف جدا على الإطالة. شكرا لكم، وإذا عندكم أي إضافات أرجوكم لا تبخلون علينا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.